حزن آسر وسأل أخوه: يعني أنا إيدي متلوثة بدم أختها وأصدقائها؟ صدم الشيخ زايد من رد فعل آسر واتحرك ناحيته وقعد جنبه ومسك إيديه بقوة وقال له: دلوقتي أنت مش ديفيد، أنت آسر أخي وروحي وحتة مني. حضن الشيخ زايد آسر ونزلت دموعه وقال له: بس بالنسبة ليها أنا شطان وبقيت عدوها. قال له الشيخ زايد: يمكن دلوقتي، بس بعد كده هتتقبلك. يمكن تكون مش قادرة تنسى لأن لسه الصدمة جديدة عليها، بس هيجي اليوم اللي هتسامحك فيه. قال له آسر: اللي حصل مش ممكن يتسامح فيه غير بالدم أخي. ما تقولش كده، ده مش ذنبك، انت كمان كنت ضحية زيك زيها. وبعدين لو احتاجت الدم هبدله بدمي. انتفض آسر وقال له: انت ازاي بتقول كده؟ انا مش هخلي حد يضحي بنفسه عشاني ابدا. بعد فترة صمت وحزن بينهم قال آسر لاخوه: انا همشي دلوقتي، وانت خلي بالك من بيان وما تخليهاش تتهور لحد ما ارجع، انا مش هتأخر. فقال له الشيخ زايد: طب استنى، خليك هنا معايا او شاركني معاك في اي قرار هتاخده. انت دلوقتي مش لوحدك، انا دلوقتي معاك من هنا ورايح. قال له آسر: انا حاليا بدور على طريقة اهرب بيها من كل الطرق الفلسطينية مقفولة ومتراقبة كويس. طيب دلوقتي هتعمل ايه؟ ههربكم من عن طريق الطرق الإسرائيلية. ازاي؟ ده امر صعب جدا. قال له آسر: عن طريق شد الانتباه. اول ما اخلص شوية الحاجات اللي معايا هرجع واقول لك على الخطة. قال له زايد: طب وانت هتهرب معايا صح؟ عامة انا مش هطلع من البلد دي من غيرك. قال له آسر: زايد، سيب الموضوع ده لما ارجع المرة الجاية. بعد مرور 3 ايام رجع آسر ومعاه 5 من دفعة النداهة، راحوا على الفيلا لمقابلة الشيخ زايد وبيان. فسألوا الشيخ زايد: مين دول؟ ردت بيان بصدمة وذهول: دي فرقة النداهة. رد آسر: دول ضحايا زيي، دول فرقة النداهة. سألوا الشيخ زايد بصدمة وخوف: آسر، دول بيعملوا ايه هنا؟ رد عليه آسر وقال له: ما تخافش، دول أصدقائي وإخواتي من واحنا أطفال، دول الأطفال اللي اتبقوا من اللي اتخطفوا معايا وقتها. قال له الشيخ زايد: يعني دول من ولاد الفلسطينيين اللي اتخطفوا وقتها من ال20 طفل؟ قائم من فرقة النداهة، وقال له انه اتأخر عليهم الوقت ده كله عشان كان بيدور على ملفات واي اثر يثبتوا اللي عملوا فيهم الاسرائيليين، وان كان من حقهم انهم يعرفوا الحقيقة واللي حصل فيهم زمان. واحد من فرقة آسر ومن اصدقائه كان اسمه بيتر اتكلم وقتها وقال: هو ممكن يكون لنا اهل لسه عايشين في فلسطين، اب وام يعني ممكن يكونوا لسه عايزين يشوفونا. فقال له الشيخ زايد: اكيد طبعا، اكيد طبعا لسه بيدوروا عليكم لحد دلوقتي، مشتاقين ليكم قوي. اغلبيتكم ليهم اباء وامهات عايشين لحد دلوقتي. الاسره الوحيده في الباص من اب وام ماتوا كانوا والدي ووالدتي، لكن اهليكم لسه عايشين وبيدوروا عليكم كمان من وقتها. قال لهم آسر: قلت لكم اكيد لكم اهل لسه بيدوروا عليكم. فهنا قال لهم الشيخ زايد: تعالوا اقعدوا نتكلم، احنا مش هنفضل نتكلم واحنا واقفين، وانت كمان يا بيان تعالي. سحبت بيان كرسي وراحت تقعد عليه برغم ملامحها العصبية والمتصلبة. وقتها قال لهم الشيخ زايد: هترجعوا معانا صح؟ قال له آسر: طبعا لا، انت وبيان بس اللي هترجعوا، بس هتاخدوا منهم جوابات تسلموها لأهلهم، وكمان اعتذارات للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. يعني ايه يا آسر؟ انت ناوي على ايه؟ قال له آسر: الانتقام طبعا. برضو يعني ايه؟ فقال له آسر: نتنياهو سبب المصايب والبلاوي دي كلها، مرشح نفسه للانتخابات الرئاسية،
وشخص زي ده هيبقى خطر على فلسطين والعالم العربي كله، ده لو نجح، لأنه تعبان سام. فقال له الشيخ زايد خلاص أنا معاكم، هساعدك، لكن بيان هنساعدها في الهروب. رد بيان وقالت لهم أنا هروب؟ أنت بتقول إيه؟ طبعا لأ، ده الوقت المناسب اللي أنتقم فيه لأختي وباقي أخواتي. قال لهم آسر سيبوا موضوع الانتقام ده لينا إحنا، لأننا هنبقى الحرس اللي بيحموه، فسهل علينا جدا إننا نغتاله، وده هيبقى أفضل وقت تهربوا فيه. فقال له الشيخ زايد أنا مش همشي من هنا ولا ههرب من غيرك أنت والشباب دول كمان، فاهم؟ رد بيتر وقال له زي ما قلت ديفيد، مش هتعرف تقنعهم. فقال لهم آسر بيان الشيخ زايد أنا آسف، سامحوني. نفذ يا بيتر، افقدهم الوعي. في نفس واحد الشيخ زايد وبيان قالوا لا يا آسر، لا يا آسر. وبعد كده كان بيتر نفذ فعلا ورش بنج على وشهم. قامت الفرقة ربطتهم وسابت بيتر معاهم عشان تحميهم وتبعتهم على المينا يقدروا يلتحقوا بالسفينة عشان تغادر بعد حوالي 12 ساعة. أثناء المهمة وبعد مرور 6 ساعات من آخر مقابلة مع أخوه الشيخ زايد، كانت فرقة النداهة المسؤولين الأعلى لحماية رئيس الوزراء المرشح للانتخابات الرئاسية قدروا إنهم يختلوه انتقاما اللي فعلوه معهم في طفولتهم لحد الآن. لكن خطتهم في الهرب فشلت، وحوتهم الجنود الإسرائيلية من كل الاتجاهات وحاولوا يقتلوهم. ما كانش قدامهم أي أمل في الحياة لحد ما ظهرت بيان وبيتر والشيخ زايد داخل سيارة مصفحة مجهزة برشاشات ومضادة للرصاص. قتلوا كل الجنود الإسرائيليين وأنقذوا الفرقة ورجعوا بسرعة عشان يلتحقوا بالسفينة. لكن أثناء المطاردة مات 2 من أصدقاء آسر، والباقي قدر إنه يلتحق بالسفينة ويهرب. هنا سأل آسر بيان انت ليه مهربتيش؟ ليه أنقذتيني؟ انت مش بتكرهيني؟ قالت له بيان يوم ما تموت لازم تموت على ايدي انا، مش ايد اي حد تاني، فهمني؟ يعني من دلوقتي انت ملكي انا. قدروا انهم يهربوا لدول كتير واستقروا في روسيا، لكن معظم الشباب رجعوا لأهلهم في فلسطين، والشيخ زايد رجع للمنظمة يكمل عمله. بعدها قرب من أخوه أكتر، وبقوا الاتنين أكتر من أصدقاء وإخوة، وبينهم ترابط متين جدا. آسر وبيان اتجوزوا وراحوا عاشوا في أسبانيا، بقى عندهم ابن وابنة توأم، عاشوا مع بعض في سعادة لحد ما ماتهم. لكن بنتهم وابنهم رجعوا على فلسطين واستمروا في المقاومة والكفاح مع عمهم الشيخ زايد وأولاده وباقي المنظمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى أنها تنال إعجابكم. تأليف مي جابر، أداء صوتي لمياء الوكيل.